انتبه، أنا يوسف يا حمص. أول أسبوع من شباط 2014 صار اتفاق على خروج المدنيين من حمص القديم، وأنا كان صار لي شهور ما شفت ساحة حمص. أنا قريت القصة اللي كاتبتها سهى مصطفى يعني 2013، واستأذنتها وأخذنا الحقوق منها وعدلنا وبنينا سيناريو جديد. لو وقت فتنا على حمص أكيد غيرنا تبعا للأماكن، يعني صرت أنت بالمكان الحقيقي للحدث وتبعا لشهادات بعض الناس اللي بقيت. على فكرة كانوا مرافقيننا ويقولوا لنا لا ما هيك صار، لا هيك صار. هلا في أحيانا طبعا تقول له أوكي بس أنا في ضرورات إلى علاقة ببنية النص فهو أنا بعتبره استمرار لمشروعي اللي هو يعني أنا فيني لخصه بكلمتين. سخرية السوداء من ما نعيش. أكيد المكان تحول لبطل ولإحدى الشخصيات، يعني هذه المدينة تحولت لشخصية بشكل ما من الأشكال، وتم إعادة كتابة الكثير من المشاهد تبعاً للأماكن. النص اللي كان بين إيدي هو قبل ما يصير الاتفاق، وكنا عم نحاول نبني ديكورات بمنطقة قريبة من دمشق، نحاول نبني كنيسة وديكورات وهي. وإذ بنسمع إنه بده يصير في اتفاق، قلت له إنه بنستنى، لأنه يعني أكيد إذا صورنا بحمص راح يعطي قيمة مضافة للفيلم. يعني أنا وفريق التصوير الرئيسي دخلنا ثاني يوم. من هاي الناحية هذا راح يبقى وثيقة إنه حمص يوما ما كانت هذا. بس بدي اطلع من هون بدون ما حدا. شارع وزاويتين ضليت محبوس فيهم سنين ونص. الو ابونا، انا ريما، عم تسمعني؟ يا نصراني، سيبدأ خروج الأذلاء في دخول الحصص الغذائية. بس هو فيلم كان يحاكي انه الى اين سنصل، يعني هذا الفساد وهذه البيروقراطيه و الى اين سنصل. في لحظه رح يصير انفجار ما، وهذا الانفجار محق. بس ولكن وقت اللي انت تلاقي حالك بالمكان اللي انت عايش فيه، ما بدي اسميه بلد، انا جو سوي با شوفان، في 50,000 واحد ما من عندك جايين حاملين سلاح، كل واحد لأسبابه الشخصية وغالبا لأسباب العلاء بالله. فأنت بتصير بتكفر بكل أشكال الآلهة يعني، وبكل أشكال الحراك في هاي المجتمعات، لأنه هذا الحراك ليس مدنيا حقيقة. أنا شخص أدعم أي حراك مدني في أي مكان، مدني بالمعنى الحقيقي لكلمة مدني، يعني خارج عن المفهوم الديني لأي سبب من أسباب الحراك. أنا عم بعمل الأفلام اللي بتعبر عني. هلا طبعاً بالنهاية أي حيز إنتاجي بقيدك بشكل ما من الأشكال. هذا شيء مفروغ منه سواء سياسياً أو غير سياسياً. إلى حد ما بعتبر إني عم بقدر أقول أشياء كثير أنا مقتنع فيها ضمن الأفلام اللي عم بصنعها. والزمن كفيل كمان بأن ينصف أو لا ينصف هذه السينما. أنا شخص لا يخفي ما يؤمن به أو ما يعتقد به، ولا يخشى أنه يغلط. بالأخير الإنسان والفنان تحديداً هو يقف على حد بين الصواب والخطأ، فكل فعل له عليه الفول اسيمي بنقول بالفرنسي يعني
تحمل مسؤولية قناعتك وكلمتك وتكون حقيقية بفنك. ما بحاول زيف فيلمي لأحصل على رضا أيا كان. لا أعتقد أنه في فنان ماني مسيف. السياسة جزء من اليوم تبعك وخصوصا في بلداننا. لو كنت بعتبر أنه الطرف الآخر على حق كنت رح أعمل أفلام مغايرة للي عم بعمل. السوري اليوم ما عنده شيء يحكيه، يتمنى شيء واحد فقط، وهو حق الحياة، الحق الأبسط. حق الحياة بلا عنف وبلا دم. بتمنى تستمتعوا وتعيشوا هذا الفيلم اللي فيني أوصفه بكلمة واحدة فقط بالنسبة لي، هو فيلم صادق. شكرا.